بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فلتحل علي نعمته وبركته من الآن وكل أوان وظهر وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون النهضة دي تكون سبب بركة لبيوتنا وكنيستنا وبلدنا، تكون كده سبب يعني ان تخلي كل ولادنا فرحانين. احنا بنشكر ربنا على محبته واختياره للست العذراء اللي هو ياخد منها جسد وتكون أمه وتتشفع من أجلنا ومن أجل ضعفاتنا. أحكي لكم كده قبل ما نخش في الموضوع حكاية صغيرة. يعني كان في راهبة سافرت السماء، وبعد ما سافرت السماء ظهرت براهبة عايشة على الأرض. فاللي سافرت السماء بتقول للراهبة اللي عايشة على الأرض، بتقول لها اللي بيتعمل على الأرض للعذراء شوية صغيرين، ده هي تستاهل أكتر من كده بكتير. فقالت لها أنت شفت إيه؟ قالت لها أنا شايفاها في السماء ما بتبطلش صلاة من أجل ولادها والشعب اللي عايشين على الإيه؟ اللي عايشين على الأرض. فهي الشفيعة المؤتمنة، وهي شفاعتها مقبولة وإيه؟ وقوية عند مين؟ عند ابنها ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. تصلوا لي بقى إن ربنا يديني كلام عند افتتاح الفم، ونصلي كده كلنا إن ربنا يدينا أذان إيه؟ صلاة. الموضوع بتاعنا اللي مكتوب في النهضة الحروب الروحية من داخلنا وخارجنا، من الداخل والإيه؟ والخارج. يعني من جواك وبراك. والآباء يعلمونا يقولوا لنا إيه؟ مفيش واحد على الأرض عايش كده لا يخلو من الحروب. كلنا بنتحارب، صح؟ بس انت ممكن كل واحد يبقى في حرب في بيته وفي حرب في شغله وفي حرب في الشارع، حروب، بنواجه حروب كتير. حتى لما في سير الآباء والأفلام اللي بنشوفها أفلام القديسين بنلاقي إيه؟ إن هم الآباء القديسين قبلوا إيه؟ واجهوا حروب كتيرة قوي. يعني أول حاجة هناخدها نقسم الموضوع لحتتين. الحتة الأولانية الحروب الداخلية، والحتة الثانية الحروب الإيه؟ الخارجية. ودي نعمل فيها إيه؟ ونعمل دي فيها إيه؟ أول حاجة حروب داخل الإنسان، من جوه داخل الإنسان، من جوايا. وعايزين كل واحد كده وكل واحدة كده، كل واحد يركز مع نفسه قوي. يعني إيه الحروب اللي جواه؟ عشان لما الواحد يعرف الحروب دي ويقعد مع أب اعترافه، يبقى الاعتراف بتاعنا اعتراف صادق. يعني بس هل فعلا معقولة ان الواحد في حروب جواه؟ يعني انا بتحارب من نفسي؟ يقولوا اكتر حرب واقوى حرب الحرب اللي بتبقى من جوه الانسان. من جوه الانسان. يعني الانسان عدو ايه؟ عدو نفسه. الانسان عدو نفسه. عشان كده يقولوا دي اصعب حرب. ليه أصعب حرب؟ لأن الإنسان بيشتهيها ومش بيقاومها. يعني في حرب جوايا أنا بسبب شهوتي وبسبب خطيتي أنا بقع فيها، وللأسف سبب صعوبتها إن أنا إيه؟ مش بقاومها. يعني إيه؟ يعني أنا وانتي
وانت كل واحد مننا شايف قلبه مش نظيف، شايف عينيه مش نظيفة، شايف فكره مش نظيف، شايف لساني مش حلو. وبالتالي القلب بتاعي مش نقي، مش نظيف. أصلي المفروض فينا، المفروض حسب وصية الكتاب المقدس يقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله. وإحنا كتير نقول له فين يا رب؟ إحنا مش شايفينك. فينك يا رب؟ فين؟ ونقعد نلوم مين؟ ربنا. هو ربنا مش مختفي عننا، ده ربنا فاحص القلوب وقارئ الأفكار ويعلم كل شيء عننا. بس المشكلة مش في ربنا، المشكلة فين؟ فينا، إن القلب بتاعنا مش نظيف، عايز ينضف، يعني عايز فمين غسيل كويس، يعني عايز يتنقى. أحد الآباء القديسين يقول إيه؟ القلب النقي حصن لا ينال. القلب النقي زي البيت المبني على الصخر. عارفين البيت المبني على الصخر؟ يقول البيت المبني على الصخر مهما هبت الرياح والزوابع من الخارج لا يمكن أن يضر بإيه؟ بشيء. أنا بقى لو قلبي زي البيت المبني على الصخر مهما حصل من جوايا قلبي مش هيضطرب. وربنا يقول لنا إيه؟ لا تضطرب إيه؟ لا تضطرب إيه؟ قلوبكم ولا تنسى. طب إيه الأسباب إن قلبي مش نظيف ومش نقي وبيتأثر وفي حرب عمال أتحارب من جوايا؟ أول حاجة في رواسب قديمة أنا ما نظفتهاش. عارفين كده لما تبقى الحنفية ما اتفتحتش بقالها كام يوم، أول ما نفتحها نلاقي المية لونها إيه؟ معكرة مش نظيفة يعني. إحنا برضو كده في رواسب كده إحنا ما نظفناهاش. كان في خطايا قديمة كتير قوي، وكان في أفكار وحشة قوي أنا ما نظفتش. عارفين اللي عنده جرح ولم بس ما تنظفش من جوه، بعد شوية ممكن يحصل له بعيد عنكم غريلة، جرح ممكن يتعب. كان المفروض الجرح ده ينضف من الأول. احنا في حاجات كنا عايزين ننظفها، قعدنا مع أب اعترفنا، بس بسبب إن أنا زادي حرب الذات من جوايا. أنا في حاجات للأسف لما بنقعد مع أب اعترفنا مش بنقولها، خايفين على كرامتنا وخايفين إن أبونا ياخد فكرة وحشة عننا أو يغير نظرته لينا، أو أنا ما ينفعش أقول الكلام ده، لازم أظهر بصورة أحسن عند مين؟ عند أبونا. في رواسب أنا سايبها، دي مسببة لي الحرب بقى، مسببة لي الحرب. تاني حالة عندي قد يكون عندي حالة فتور. والكتاب يعلمنا يقول لنا لا تشمتي بي عدوتي، وإن سقطت فأقول.
أنا للأسف مش عايز أقوم، في عندي كده بلادة، في عندي عدم اهتمام، بقيت الصلوات، القرايات، القداس، في تهاون كده. أو يكون إن أنا طبيعة شخصيتي بتستسلم للخطأ، بستسلم للخطية، أقع في الخطية واستسلم فيها واغرق فيها. والمفروض إن أنا أقوم بإيه؟ بسرعة. ده ربنا يقول ادعوني ادعوني في وقت الضيق، في وقت تعبك، فأنقذك، فتحصل إيه؟ فتمجد. أو يكون سبب من الأسباب إهمال في الوسائط الروحية. إيه الوسائط الروحية دي؟ إيه الوسائط الروحية؟ إهمال في الصلاة. مش بنصلي، ما بقيتش أصلي بحرام. عارفين كل واحد مننا لو يفتكر أول مرة اعترف كان بيعترف بحرارة وقوة، وجاي وقعد مع أبونا ويقول أنا ما استاهلش يا أبونا، وما استاهلش وما استاهلش وما استاهلش. لكن لما بقى يخش الكنيسة كتير يتعود على دخول الكنيسة إيه؟ كتير. فده في ممكن واحد يخدم، يبقى خادم في الكنيسة، نزل الكنيسة يخدم من 6 الصبح لغاية 12 بالليل، وممكن ما صلاش في الكنيسة، ما يمسكش الأجبية ولا صلى قداس ولا قرأ الإنجيل. إهمال، في إهمال في الوسائط الإيه؟ الروحية. إهمال في الكتاب المقدس. أكتر ناس بيهملوا الكتاب المقدس الأرثوذكسيين، مش بيهتموا بالكتاب المقدس. عندهم الدستور وأعظم كتاب، عندهم الوصية، ومش داقيين طعمها. مش بنهتم بقراية الكتاب المقدس وبدراسته وتفاصيله. عارفين اللي يزرع زرعة وما يدهاش الايه؟ السماد بتاعها والتقاوي بتاعتها الحاجات بتاعتها والكيماوي والحاجات دي كلها، تطلع زرعة ايه؟ ضعيفة هشة. لكن الواحد عارف زرعته دي عايزة ايه، لازم اعرف انا عايز ايه. اهمال الصلاة واهمال الكتاب المقدس واهمال التناول. ده ممكن واحد تسأله تحضر اجتماعات كل اسبوع، اجتماعين 3، تقول اخر مرة اتناولت، تقول من 6 شهور، ويقول من سنة، ويقول من 2 ما اتناولتش، وبيحضر اجتماع ومواظب. وبعدين تقول له ما اتناولتش ليه؟ اللي اصلا بصراحة مخاصمة اختي او مخاصمة اخويا ومش قادرة اتقدم للايه؟ التناول. عشان كده يقول من كثرة الاسم تبرد ايه؟ محبة الايه؟ الكثيرين. في برودة، في اهمال. طب اللي لما يحصل كده بقى القلب ايه؟ يضعف 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 ويترك. لما القلب يبقى ضعيف ويجيني فكر طايش، مش بقدر امسكه، مش بقدر اتماسك. اللي يتعصب بسرعة واللي يتنرفز بسرعة، وتلقى في البيت كده كل شوية خناقات ومشاكل. من كثرة الاسم تبرد ايه؟ محبة الايه؟ التسوية. من الأسباب إن الحرب اللي في الداخل دي في تراخي في ضبط الحواس.
يعني مش بقدر أمسك عيني عن، أنا سايب عيني تبص وتشتهي وتحسد، شايف عيني سايبها كده، سايب عيني وسايب وداني تسمع أي كلام. في ناس كده بيسمعوا ويبهدلوا الدنيا. في مقولة تقول ليس كل من يعرف إيه يقال، يعني واحد مفيش ضوابط يسمع ويوقع الناس في بعضيها وعينيه تشتهي، ولسانه ده لا يتذوق، حاسة التذوق عنده مش مظبوطة، مش بيستطعم كلام ربنا الحلو، وبيستطعم كلام العالم الوحش. عشان كده تلاقي في رسالة لينا في كل قداس: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته تمضي إيه؟ عارفين كل ما الإنسان يتراخى ما يقدرش يسيطر على نفسه، ما يقدرش يمسك نفسه، لا يمسك لسانه ولا يمسك فكره ولا يمسك أي حاجة خالص من الحوز بتاعه. وبالتالي الواحد يتحارب حرب اسمها حرب الفكر. يعني في هو أفكار يقظة مش مظبوطة، أفكار هو نايم مش مظبوطة، عشان في النهار لا عينيه كانت مظبوطة ولا لسانه ولا ودانه ولا أفكاره، فالنتيجة إن هو ونايم أو هي ونايمة أو إحنا ونايمين كلنا، العقل الباطن يتسرب له شهوات وأفكار بسبب اللي سمعوا بالنهار واللي شافوا النهار، ما قدرتش أزود. ففي حد يقول كده: هو أنا مسؤول؟ طب أنا ببقى في نايم ومش في وعي، هو أنا مسؤول عن الحاجات دي؟ مسؤول، كلنا مسؤولين، كل واحد مسؤول عن ما يدخل جواه. عارفين السيد المسيح لما قال لبطرس: ليس كل من يخرج ينكس الإنسان، لكن اللي يدخل الإنسان هو اللي ينجسه. مسؤوليتنا. أصل اللي بيدخل ده بيدخل بإرادتي، اللي أنا سمعته بإرادتي، واللي أنا شفته بإيه؟ بإرادتي، محدش غصبنا عليه، أنا اتهونت واتكسلت. إحنا علينا مسؤولية مقاومة الفكر. عارفين الناموسة لما تزين لما نلاقي كده رحنا مصيف كده ولقينا فيه، أو رحنا فسحة كده، أو قاعدين في مكان فيه زرع ولقينا فيه الناموس بيزن، الناموس كتير، هنعمل إيه؟ مش بنبقى عاملين احتياطاتنا واخدين بينسول ولا واخدين حاجة، أو نقفل الشبابيك عشان ما يخشش الناموس، بنعمل احتياطاتنا ولا احنا الفكر الوحش عمال يزن في واحد بقى يقاومه ويرفضه، وفي واحد تاني يسيبه يخش ويقرصه، والفكرة تبقى وحشة والأفكار وحشة خطايا وحشة ويتقرص منها ويتعب، لكن ما مش بيعمل.
احتياطاته. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول إيه؟ لا يستطيع أحد أن يضر إنسانا ما لم يضر هذا الإنسان نفسه. إحنا كل واحد هو اللي بيضر إيه؟ نفسه. قديس مكاريوس الكبير جاله واحد بيقول له أنا عايز كلمة منفعة، عايزك ترشدني وتقومني كده. قال له عايز أقول لك على حاجة، أنت لما بتشوف واحدة ست بتعرف تفرق إن هي ست؟ قال له وبصلي إن ربنا ما يوقعنيش في فكر النجاسة وبطلب النور. قال له طيب لو مشيت في الصحراء ولقيت فلوس مرمية على الأرض بتقدر تفرقها بين الزلط، تعرف إن دي فلوس ودي زلط؟ قال له بعرف، وبقول له يا رب ما توقعنيش في محبة المال. قال له ده أنت عايز جهاد كتير. أصل المشكلة إحنا بنخش بالخطية ونعرفها ونتعمق فيها. في فرق بين معرفة بين إن الخطية أعرف إن دي خطية زنا، غير ما أعرف إن الزنا هو الزنا وعيشه. في فرق بين إن المال أستخدمه لاحتياجاتي الشخصية وما بقاش ليه قيمة، يعني ما يخلينيش أتضايق من أخويا أو أتضايق من حد أو أحسن حد وأقول ده المال ده مجرد للاحتياجات الشخصية، لكن ما يخلينيش أسرق، ما يخلينيش أعمل غلط يعني، أو ما يخلينيش أطمع في حد. في فرق بين الخطية كأعرفها كاسم وبين إن أنا أعيشها. عشان كده يقولوا لا يستطيع، زي ما القديس يوحنا ذهبي الفم، لا يستطيع أحد أن يضر إنسانا ما لم يضر هذا الإنسان نفسه. طب الحقيقة من ده كله نعمل إيه العلاج؟ العلاج الحكمة. يقول لك الحكيم عيناه فين؟ في رأسه. وأول رشمة بنرشمها في سر الميرون المقدس الفكر كده، النفوخ، عشان يبقى الفكر مقدس. أي عمل حلو يبتدي من الفكر، وأي عمل وحش يبتدي من من الفكر. فأنا محتاج أعرف الفكر ده بيبتدي منين. فكر جاني، فكر انتقام، جاني فكر إن أنا عايز أنتقم من حد، إيه سببه؟ فكر إن أنا جاني عايز أغلط مع حد، إيه سببه؟ أذكر من أين سقطت، أذكر من أين سقطت وتب وارجع إلى محبتك الأولى. الأفكار اللي بتيجي دي نوعها عارفين في أفكار بتبقى أفكار بريئة حلوة، لكن أنا ممكن الفكر البريء ده يتحول لفكر خاطئ. بس بالرغم من كده المطلوب ان انا لا ايأس. يبقى مقاومة الفكر 2، لا تيأس ولا تخف. قول مع القديس بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقومني. محتاج ادرب نفسي، يعني انا اقود، ما خليش الفكر هو اللي يقودني.
ما تخليش الشهوة هي اللي تقودك، خليش الخطية أي كان اسمها هي اللي تقودك. والمستأثرين كل فكر تحت طاعة المسيح. محتاج أملى الفكر بتاعي ده بأفكار روحية. عشان كده يقولوا كده الروح تشتهي ضد الجسد، والجسد يشتهي ضد وكلاهما يقاوم الآخر. بدل الشهوات الجسدية عايز أخلي فيه شهوات روحية. اشتهي الصلاة، خلي شهوتك إنك تصلي، خلي شهوتك إنك تتناول، خلي شهوتك التوبة. ما تخليش الفكر وعقلك في فراغ، املاه بحاجات كويسة، املاه بحاجات مقدسة. ولازم الواحد زي ما قلنا الحكيم عيناه في يعني في راسه، يعني واخد باله. في فضيلة اسمها استحياء الروح. عارفين لما الواحد يقولوا فلان ده بيستحي، بيختشي، فلانة دي بتتكسف، بتستحي. الاستحاء ده عايز عايز صلاة. أصلي صلاة يسوع، أتأمل، أسمع تفاسير، أسمع عظات، أسمع ترانيم. انشغال فكري بربنا يخليني أرفض الفكر يقول كده القديس بولس الرسول: بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر. الموضوع عايز تدريب، عايز تدريب. طبعا عايز أبعد عن العثرات، يعني ما اشوفش حاجة وحشة. يعني أنا بقلب في الموبايل ما أحشي إن أنا أتفرج على حاجات مش كويسة، مشاهد مش كويسة، أفلام مش كويسة، ما أقعدش مع ناس مش كويسة. عارف إن فلان ده هيضرني أو فلانة دي هتضرني، بلاش. اهرب لحياتك. من الحروب الداخلية الشهوات، شهوة الأكل زي ما قلنا من شوية، شهوة معرفة الخطية، شهوة الانتقام، شهوة الامتلاك. في واحد عايز يمتلك اللي حواليه، يمتلكهم كده. واحد عنده شهوة الشهرة أو عندها شهوة الشهرة، بصوا بقى نعمل حاجات مش كويسة كده، تسجيلات فيديوهات مش كويسة، وفي مشروع، في موضوع اسمه التيك توك. ننزل بقى واحدة تلبس مش كويس، تصور مش نفسها مش كويس، أو واحد يقول ألفاظ مش كويسة، ونستبيح الخطية والدنيا تبقى صعبة. دي الحرب بقى، حرب الشهرة، عشان أتشهر، عشان أخذ مشاهدات كثيرة أضر، أظهر جسدي للناس، أظهر ده ما في حاجات المفروض ما لا يعني اللي أنا أتكسف ألبسه. للأسف اللي كنا نتكسف نلبسه قدام أهالينا في البيت، للأسف دلوقتي بنتصور بيه وننزله فيديوهات على التيك توك. يقول كده أحد الآباء القديسين: افرحوا لا لشهوة نلتموها، بل لشهوة أسلمتموها. يعني الواحد يذل الشهوة، مش يسعى وراء الشهوة اللي مش كويسة خالص. دي الحرب اللي هي من الداخل. طب ايه الحرب اللي من الخارج؟
حرب من الخارج، حروب الشياطين، الشيطان بيحاربني يعني. 2 الصدقات الضارة، في صدقات ضارة بتضرني، دي حرب من الخارج. البيئة الخاطئة بتضرني، العثرات. هقولهم بسرعة عشان أنا طولت عليكم. حرب الشياطين دي بتبقى حرب كده بطيئة من الشيطان، لكن طويلة الإيه؟ المدى. يعني الشيطان يدخل لي فكرة صغيرة، والفكرة دي إيه؟ تدخل جوايا وأنا مش بقاومها، برفض بإيه؟ أنا سايبها، فتكبر تكبر تكبر لغاية ما إيه؟ ما تتملكني. فأنا إيه؟ استسلمت. فالشيطان يستدرجني ويوقعني في الإيه؟ في الخطية. زي ما يعني زي داود عمل إيه؟ بقى مملكته بقى كبيرة، بنى قصر، عاش هو بقى، بطل حروب وسايب القادة هم اللي يخرجوا للإيه؟ للحروب. يبص من فوق يلاقي مرات قائد بتستحمى، يجيبها ويعمل معاها الخطية ويزني معاها وتبقى حامل، فيضطر ان هو يعمل ايه؟ يتخلص من القائد ايه؟ بتاعها، يتخلص منه. فالخطية تخش ايه؟ سنة سنة سنة، حرب الشياطين. وبعدين الشيطان لما يوقعني في الخطية يقول لي ليس لك خلاص بإيه؟ وانت ليك عين تروح تقعد مع ابونا؟ وانت ليك عين تبص في جوزك؟ وانت ليك عين تبص في مراتك؟ وانت ليك عين تطلب من بابا حاجة وماما حاجة؟ يتمكن الشيطان ويخش كده. طب ده علاجه ايه؟ التمييز. اميز ايه اللي جايني ده؟ ابقى عارف ان الشيطان ده يقول يصنع ايه؟ شرا. امسك في المسيح، امسك فيه، ما سيبهوش. العلاج ان انا ما سيبش مين؟ المسيح. 2 الصدقات الايه؟ الضاره. ممكن حد يضرني روحيا، يبعدني عن ربنا، لما يعيشني معاه في الجو اللي عايش بره معاه، بضطر ما اروحش الايه؟ الكنيسه. دي حرب روحيه، واحد بيبعدني. حد يحاربني عقديا، يدخل لي افكار ضد الايمان بتاعي، فانا اقتنع بافكاره وارفض الايمان بتاعي والعقيده ايه؟ بتاعتي. ده بيجي من الاصدقاء ومن الناس اللي معاهم. واحد بيدخلني افكار سلبيه على طول ومشاعر سلبيه، فاضطر اتذمر على اهلي واتذمر على بيتي وابقى رافض الايه؟ رافض العيشه اللي انا عايش ايه؟ فيها. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا ايه؟ لا تضلوا يا اخواتي فان المعاشرات الرديئه تفسد الايه؟ الاخلاق الجيده. عارفين الاختيار الخاطئ في الجواز؟ يبقى واحد عارف متاكد ان دي مش تناسبه روحيا، مش بتصلي، مش بتتناول، مش بتعترف، بس هو بيبص على الجمال، يبص على الشكل من بره، واهله يقولوا له احنا مش مستريحين ليه ودي مش مناسبه ليه، ويصمم ان هو يرتبط ايه بيها. بعد شهر من الجواز نقعد تحت الحيطه ونسمع الايه؟ ازاي تبقى الدنيا بقى وعايزين نفتح ملفات ونفتح مش عارف ايه. واحده تمشي مع انسانه مش كويسه، مش كويسه يعني. والإنسانة دي ليها أصدقاء مش كويسين، ودي الحلوة دي بنت الكنيسة، الخادمة في الكنيسة اللي بتحضر مهرجانات وبتحفظ ألحان، تتأثر بالكلام اللي مش بره ده ونصادق الإيه؟ ونصادقهم اللي مش كويسين ونقع في الإيه؟ الخطية. وممكن نسيب الإيمان بتاعنا
بسبب صدقات معاشرات رديئة. مهم جدا ان اللي يرتبط بحد يكون من نفس الايمان بتاعه، ونوعي لاولادنا وبناتنا، ويكون نفس المستوى الروحي. يعني ابن الكنيسه يتجوز بنت ايه؟ كنيسه، وبنت الكنيسه تتجوز ابن ايه؟ كنيسه. اصل يا ابونا هو مشكلته حاجه واحده بس، ان هو بيشرب. طب يا بنتي ما ينفعش، ده الشرب ده مشكله. طب وبعد ايه؟ وتصمم وتتجوزها، وفي الاخر يبيع عفش البيت عشان الشرب وما يشتغلش، وهي اللي تشتغل وهي اللي تصرف على البيت. دي بسبب اختيارات، حروب احنا اللي جبناها ايه؟ لنفسنا. اعداء الانسان اهل ايه؟ بيته. عشان كده نخلي بالنا من الصدقات الايه؟ لا تضل. العثرات من الحروب الخارجيه. العثرات يعني ايه العثره؟ ان العثره هي كل من يسقطك من الخارج، أي يعني اللي يجيب لي افكار مش مظبوطه، يجيب لي مشاعر مش مظبوطه. احنا نصلي نقول له ليه؟ لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من ايه؟ من الشرير. احنا محتاجين معونة ربنا ومساندة ربنا. شوفوا لوط كان عايش مع ابونا، مع عمه ابراهيم. ابونا ابراهيم كان عايش زي الفل، صمم ان هو يروح يعيش فين؟ في سدوم وايه؟ وعمور. عارفين سدوم وعمور؟ بلد كلهم عايشين ايه؟ الشر. ايه هو الشر اللي بيتقال عليه دلوقتي؟ النسلية الجنسية. يعني واحد يفعل مع واحد زيه، او بنت مع بنت ايه؟ زيها. ما الحرب الشديدة دلوقتي حرب اسمها حرب الايه؟ النسلية الايه؟ الجنسية. وولادنا الاطفال الصغيرين عايزكم تخلي بالكم ان الافلام اللي بيتفرجوا عليها على اليوتيوب، الحاجات دي كلها، بيشوف اعلانات في وسط ده كله، يلاقي ان ولد عمال يفرج ولد على اعضائه الجنسيه، او ولد بيبوس ولد، او بنت بتبوس ايه؟ بنت. ده طب لو ربنا في الاول خلقهما ايه؟ ذكر وايه؟ وانثى. ربنا لما اوجد ادم جاب له ايه؟ حواء. ما جابلوش ادم زيه، فادم يتجوز ايه؟ حواء، او حواء تتجوز ايه؟ ادم. عشان كده نخلي بالنا لا تشاكلوا اهل هذا الايه؟ الدهر. عشان كده احبائي المحرمات الروحيه دي علينا كتيره قوي. البيئه الخاطئه احبائي، البيئه يخلي الولد بيتعلم منين؟ يتعلم من الشارع والمدرسه. دول اكتر حاجتين. والحضانه، لو هو في الحضانه محتاجين نتابع اولادنا في الحضانه، ونتابع نفسنا في الشارع وفي المدرسه. البيئه المحيطه بينا لازم يبقى في حدود بيننا وبين جيراننا، مش تبقاش البيوت داخلين على ايه؟ على بعض. بالكم يعني من الحاجات اللي بنسمعها ان لما واحد مثلا يسافر بره، يسافر الكويت ولا يسافر السعوديه ولا يسافر دوله من دول الخليج، يجي سايب مراته امانه لجاره، يقول له خلي بالك منها. هو يشتغل ويتعب ويبعت فلوس، وفي الآخر يرجع يلاقي مراته عايشة مع صاحبه، وغيرت الإيمان وغيرت الدنيا كلها. والدنيا دي البيئة الإيه؟ بيئة خاطئة. خلي بالنا. عشان كده
الحرب بتبقى ايه؟ شديدة من بره ومن ايه؟ ومن جوه. عايزين يعني كل واحد مننا نجاهد. محتاج الواحد يجاهد ويتعب. لازم يا أحبائي كل واحد مننا كل واحدة مننا يبقى ليه أب اعتراف. ليه أب اعتراف؟ بنقعد مع أب اعترافنا وبنفضح الخطية، بنفضح الشيطان، بنفضحه، نقول الأفكار اللي تحاربنا من جوه والحاجات اللي بتحاربنا من إيه؟ من بره. نتكلم بصراحة مع أبونا. نظرة أبونا ليا إيه؟ خاطئ بيتوب. خاطئ بيتوب. القديس الأنبا موسى الأسود يقول إيه؟ الجأ إلى الله فيستريح إيه؟ قلبك. الجأ إلى الله. الجأ له. أنبا موسى الأسود مين؟ أنبا موسى الأسود كان كل الخطايا بيعملها، لكن النتيجة كان بيعمل إيه؟ لما تاب كان كل شوية يروح لأب إيه؟ اعتراف. حرب الشهوة دي قال لكم بقى مثال أنبا موسى. كان ربنا كشف للقديس مكاريوس الكبير وهو الأنبا موسى قاعد مع اعتراف الأنبا إيسيزوروس، كان بيشوف لوح أسود، وكل ما يعترف الأنبا موسى حتة تتمسح من اللوح الأسود تبقى إيه؟ أبيض. لغاية ما فات بعد فترة اللوح بقى إيه؟ أبيض كله. يعني ده قدم توبة من القلب، واجه نفسه وتغلب على الحرب الداخلية والحرب الإيه؟ الخارجية. كان عنده مشكلة أنبا موسى، حرب الشهوة، شهوة الأكل. شهوة الأكل. طب ياكل إيه؟ ده كان بياكل في الطاقة إيه؟ خروف مثلا أو أكتر من كده ويشرب. طب يظبطه ده إزاي؟ يتظبط إزاي؟ بالتدريب. أب اعترافه قال هاتوا جذع شجرة. جذع إيه؟ شجرة. كل يوم ياكل وزن جذع الإيه؟ الشجرة. أول يوم جذع الشجرة إيه؟ مليان إيه؟ مية، يعني وزنه إيه؟ تقيل، فياكل كمية إيه؟ كبيرة. تاني يوم المية قلت شوية اللي في الجذع الشجرة، فالوزن إيه؟ وثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس، لغاية ما الجذع بقى إيه؟ نشف خالص، فياكل كمية الأكل الإيه؟ صغيرة. مش ده لما بتعملوا دايت بيدربكوا عليه كده بتاع الدايت كده؟ تدريب، ندرب نفسنا. عشان كده الهدف من الصيام إن إحنا نقلل الإيه؟ الأكل ونقلل الشهوة، عشان الروح هو اللي يقود الإيه؟ الجسد، مش الجسد هو اللي يقود الإيه؟ الروح. لما الروح يقود الجسد هيبقى هقدر أتغلب على الحروب الداخلية والحروب الإيه؟ الخارجية. الموضوع عايز جهاد، عايز تعب، عايز صلاة، عايز أمانة في الاعتراف، عايز أمانة في وقفتنا قدام إيه؟ ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويحفظنا ويعطينا النصر على الإيه؟ أستطيع كل شيء فين؟ وربنا أكد بدوني لا تقدرون إيه؟ تفعلون إيه؟ من غيره مش هقدر، لكن بيه هقدر. ربنا يسندنا ويقوينا ويفرحنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين. كل سنة